اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده بقى معانا فيديو جديد، وطبعا زي كالعاده هنعمل فرخه او هنظبط حالنا كده على السريع. انتوا عارفين انا قايمه الساعه كام؟ انا قايمه الساعه 7 الصبح بطبخ. مش عشان جعانه ولا حاجه، انما عشان رايحه مشوار، ولازم بعض الاكل دلوقتي يكون جاهز وخلصان معايا قبل الظهر. فانا قلت الساعه 7 اقوم اخلص وقت كده، لان لما ببقى طالعه وما عنديش اكل بايت او عندي حاجه عاملاها في البيت قبل ما اطلع ببقى جايه ملبوخه على عيني. تعالوا بقى، لو اول مره تشوفيني في القناه ما تنسيش تعملي الاشتراك، ولو بتشوفيني على طول ما تبخليش عليا باللايك الجميل بتاعك او اي كومنت حلو مني. كان معايا كده بصلايه حطيتها في الصينيه، ونزلت عليها بماده الدهنيه بتاعه الزيت، ونزلت عليها بنص قرن فلفل كده خرطته وحمرته، وقمت نازله عليه بالبطاطس على طول. كانت هي بطاطسايه واحده كبيره كده، وبعد ما اتلوحت في بعضها نزلت عليها بالطماطم بتاعتي وصفتها. حطي بقى بهاراتك، بس انا عامله كمون وفلفل وكزبره وبس، مفيش اكتر من كده. حته تومه بقى وظبطي حالك كده، وسيبي البطاطسايه تاخد غلوتين 3 هتلاقيها استوت، وبعد كده هنحطها في الفرن هتتحمر وتكمل بقيت سواها في الفرن. زي ما انت شايفه البطاطس بتاعتي كده جميله جدا. تدخل بقى الفرن يا دوبك اشتبكت ببعضها، وتدخل الفرن تاخد وش. عم تاخد وش تكون كملت سوا. معايا حله تانية حطيتها على النار وحطيت فيها سمنه كده، معلقه سمنه محترمه، وهسيبها كده تفك حاجه بسيطه، وانزل بالفرخه بتاعتي عليها على طول. زي ما انت سامع صوت الطشه كده يا طبعا حلوه، عارفين محلول محلول النقل الفراخ او ونسمي اي الله دواجن. وننزل كده بالفرخه بتاعتنا معتمد على طول، ونشوحها ما كويس، بتغيرش، وننزل ملح بقى ببهاراتنا ودقيق بعدها، بس وليمون اديلها تشويحه كده على نار عاليه، ما تخليش النار بتاعتنا وطماطمايه. هاديه. لو سبت النار هاديه شوحي تحت الفرخه الفرخه بتاعتك في ديت الماده الدهنيه هتسرد على لك نار ميه عاليه كتير، عشان انما ما النار تسردش العاليه ميه منك بتمنع اي كتير. سوائل تنزل منها، انزلي بقى وبتخليها ناشفه عشان وتخلي ريحه الشوربه بتاعتها الزفاره، ذهبيه بس هي وزي مش هيبقى الفل لها كده. ريحه ان شاء الله. نزلت بقى بفلفل بالفلفل اسمر والكزبره. وكزبره، ورقه لوري، فستان حبهان، وطبعا بتاع البصلة بتاعتنا، ونص جزرية كده نخرطها كده دواير طرنشات زي ما تحبي. والطماطمية والبصلاية، عندك بصلتين صغيرين حطيهم، 3 حطيهم صغيرين خالص، عندك واحدة متوسطة زي ما انا هعمل كده حطها على الفرخة بتاعتك وغطي عليها وسيبها تشوح على نار عالية كده. كنت بوريك النار بتاعتها. لا اله الا الله. طماطمايه مقطعاها نصين، والجزرايه، وبقيه القرن الفلفل اللي انا كنت حاطاه في البطاطس والبصلايه. تفضلي تشوحيها كده على الجنبين او على جنوبها كلها. طبعا الرجل السودا دي مش من الفراخ او حاجه، يعني كان عندي تربيه فراخ كده بلدي وابيض، وكنت منضفاهم واسمهم كده على الاكياس، فطبعا بتحط اي رجل وخلاص. نزلت بالخضار بتاعي اللي هيسوي الفرخه. طبعا احنا عيلة يا جماعة بنحبش التغيير كتير في الاكل، احنا بنحب دايما الشوربة والزفر متحمر. فبظروفها لما بنعمل فراخ مشوية او محشية او بعرقها كده زي الكباب الحل. نيلت الفراخ بتاعتنا على نار كده متوسطة، بس لسه ما هدتش النار عليها، يعني على العين اللي صغيرة شوية عن اللي في النص دي. سخنت المية، انزلي على الفراخ طالما متفرزة فترة طويلة عندك، انزلي عليها بمية سخنة، متنزليش بمية ساقعة عشان منع لريحة الزفار. هنهد عليها النار بقى بعد ما غلت كده من الجنوب، وما تقلقيش هتطلع لك شوربة زي الفل. تهدية النار دي بتطلع لك احسن اكل في الدنيا، طعم وريحة ما فيش بعد كده. صينية البطاطس بتاعتنا طلعت من الفرن، نرشرش بس عليها كده عود خضرة اديلها طعم واديلها ريحة كمان، وفي الشكل برضو بتاع التقديم. تمام. ديت حلت او الحبة الباقيين من الرز. كان عندي رز بشعرية او كشري شعرية قبلها بيوم، وكنت حاطه عليه كنت طبخه معانا عليه بطاطس مسلوقه وبطاطس بتاع محمراه في الزيت، وبيض مدحرج
وحتة مخللة كده لفت من اللي احنا عاملينه مع بعض في المشتريات، وعود خضار. طبعا كنا عاملين صينية المعمر مع بعض قبل كده، مرضتش اطول الفيديو عليكم، وهسيب لكم اول تعليق مثبت فيه لينك المعمر. تمام كده. دي الشوربه بتاعتنا والفراخ بتاعتنا بعد ما استوت كده. عايزه اقول لكم ان جميله جدا، ملهاش ريحه زفره ولا اي كلام من ده. هنطلعها بقى من الشوربه ونطفي النار. وديت صينيه المعمر بعد ما خدت لون او بعد ما اترددت في الفرن. طبعا ما كنتش مكتراه كنت عامله كميه على القد. زي ما انت شايفه كده الشوربه بتاعتك رايقه والمعمر حلو جدا. بقولك ما تنسيش تعملي لايك واشتراك وسبسكرايب للقناه عشان نتشجع بكم كده ونكبر عيلتنا بكم. ده الشكل النهائي بقى. ده البطاطس كنت بقولك كنت عامله قبلها بيوم الفراخ ديت بطاطس مسلوقه مع كشري الشعريه، وكنت عايزه اقلب بدل الفراخ والبطاطس والكلام ده كله كشري مصري، بس يعني ايه ما اقدرش اتكلم اكتر من كده. دي شكل صينيه البطاطس، ودي الفراخ وبطاطس مسلوقه مع بيض مسلوق. انا قلت لكم ان الاكل دوت عايزاه يجهز قبل الظهر. رايح فين بقى هناكله، مش رايح مش هناكله، ديت حاجات انا ما اتكلمش فيها. تمام. ديت الشوربه بتاعتنا رايقه وصفرة وزي الفل. متنسوناش بقى في تشجيع باللايك بتاعكم والكومنتات بتاعكم الجميله، وعشان نكبر معاكم ونكبر بكم يا احسن اخوات في الدنيا. واشوفكم في فيديو جديد، ومع السلامه.